النهارده هنعمل مع بعضينا جلاش بالفلفل الالوان والجبنه الرومي والزيتون الاسمر. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه مش مكلفه، جميل قوي، هيعجبكم ودوتوه هيوديكم في مكان تاني غير طريقه الجلاش اللي باللحمه المفرومه. شوف الفيديو انا عملت الجلاش ازاي، تابعني من اول الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضينا طريقه الجلاش بالفلفل الالوان والجبنه الرومي والزيتون. طريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه وطعمها جميل، طعمها حلو عن طريقه اللي هي باللحمه. يلا نسمي ونقول معانا ايه المقادير. انا معايا لفه جلاش نوع اللؤلؤه، وحابين تجيبوا اي نوع تاني تجيبوا براحتكم. معايا هنا فلفل الوان، معايا جبنه رومي، معايا زيتون مخلي اسمر، عيش هنكسر فيها البيض. انا معايا الصوص بتاعي النعناع، نكتم اللبن بتاعنا ده دلوقتي. انا حطيت 2 جلاش ريحتين، هدهنهم بالسمنه، واهم شيء ان انتي تكتري السمنه في الجلاش بتاعنا. اهم شيء في عمايل الجلاش بتاعنا في طريقته ان انتوا تديله السمنه وكفايه السمنه بتاعته عشان تكون مورق وهش. نضيف الورقه الثالثه، برضه هاتي السمنه. كل ما تحط ورقه جلاش اديني سمنه ان الجلاش بتاعنا يبقى مورق وهش. ندهن بردك سمنه. انا هضيف الجبنه الرومي ريشه حضراتكم كده زي ما انتم شايفين، بتبقى طعمها خطير عن اللحمه المفرومه، طعمها بيوديكي في مكان تاني، جربوها تعجبكم قوي والله. هنضيف الزيتون. الطريقه ديت اللي بيحب انواع الجبن ممكن تعملي جبنه موزاريلا، شيدر، هنضيف الفلفل الالوان، انتوا عارفين طبعا القيمه الغذائيه بتاعت الفلفل الالوان، حضراتكم عارفينها طبعا. كده اول حلوه اول الصحه. ما هكمل بقيه الكميه اما اخلص ارجع لكم. انا هحط طبقه معاكم واكمل بقيه طبقات اما اخلص ارجع لكم. وبرضك هندهن سمنه. مج لبن زي المج ده، هضيف فيه بيضه، واقلبه، واضيف عليه فلفل اسمر، كتروا الفلفل عشان يضيع ريحه الزفاره بتاعت البيض بتاعنا. هضيف بردك معلقه خل، ودلوقتي هقطع الجلاش بتاعنا.
هحطها بالطول، هقطعها بالعرض. رجعت لكم تاني بعد ما قطعنا الجلاش بتاعنا. دلوقتي هضيف على اللبن اللي انا ضايفه عليه البيضه. هضيفه طبعا قبل ما ادخلها الفرن. بس حضراتكم كده كل حته. انتوا شايفين حضراتكم دوت الفلفل الاسمر اللي انا ضفته على اللبن. انا مولعه الفرن مسبقا على 160. هدخلها الفرن لما تستوي هرجع اوريها لكم. انا هدخلها الفرن ولما تستوي هرجع اوريها لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما سوينا الجلاش بتاعنا. شايفين منظره ازاي؟ رايكم؟ منظره يفتح النفس. يلا نقطعه مع بعض. شايفين حضراتكم؟ شايفين السوا حضراتكم؟ بصوا الطبقات عشان حضراتكم دهنينه كل طبقه سمنه طالع مورق. بصوا طعمه بقى، طعمه في منتهى الجمال، والله جربوه هيعجبكم قوي. يا ريت تكون افدتكم حتى لو 1%. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير. لو لسه اول مره بتشوفوني اشتركوا في القناه. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله.